بحضراتكم معانا مشاهدينا مرة تانية على الهواء، وكلنا الحقيقة بنشعر بحرارة الجو حتى في وجود المراوح والتكييفات في بعض الأحيان. لكن الحقيقة مشكلة المشاكل بالنسبة للأم دلوقتي إن هي الدنيا حر، مش هينفع ان احنا نطبخ ولا نعمل حاجه تقيله، لا محتاجين حاجه خفيفه. طب الحاجه الخفيفه دي هتكون غذاء بالنسبه للاطفال الصغيرين في مرحله النمو، هتكون غذاء بالنسبه للشباب اللي ممكن يكونوا بيمارسوا رياضه، هتكون غذاء بالنسبه للكبار. طب ازاي نعمل المعادله دي؟ نعمل اكل خفيف بما يتناسب مع حراره الجو، وفي نفس الوقت يكون اكل مفيد في المراحل العمريه المختلفه في البيت. هنعرف دلوقتي نصايح مهمه جدا من شيف ايناس صالح اللي بتشرفني دلوقتي في استوديو الهواء. اهلا بيكي، بتشرفيني وبتنوريني. استاذه علا، اهلا بيكي. السؤال المحير كل يوم هنطبخ ايه؟ اعملي اي حاجه، او هناكل ايه؟ اعملي اي حاجه. لما تعمل اي حاجه، ايه اللي انت عملتيه ده؟ فعلا انتوا قلتوا اعملي اي حاجه. فايه اللي ممكن الام تتصرف فيه وخصوصا مع حراره الجو الحقيقه؟ بصي حضرتك، فعلا هي حراره الجو مش مخلينا ان احنا نقدر نعمل طبيخ وتسبيكه وكلام من ده. نعم. لان الولاد بتبقى عايزه حاجات سهله، المكرونات، البانيه، بطاطس محمره. أيوة. بيستسهلوا لان الجو فعلا مش مشجع علينا ان احنا ولا وقفه مطبخ الحقيقه ولا صراحه. يعني بنتعب. نعم. فاحنا عشان نسعد ولادنا ونخليهم ان هم ياكلوا في اثناء الحر اللي احنا فيه ده، لازم نعمل لهم حاجات بسيطه وحاجات سهله. طب حضرتك شايف السؤال ده بيقابلك كل يوم؟ انا عندي ولادي كده. يعني على الرغم ان دي مهنتك اللي هعرف دلوقتي أيوة. انك انت دخلتيها ازاي، برضه سؤال محير لازم تسالي افراد الاسره هناكل ايه النهارده؟ يعني كلنا كنا بنعتقد ان اي شيف راجل او ست مش بتقابله المشكله ده، هو مغمض كده يعمل طبق على السريع حتى لو كان محشي، يعني أبداً. اللي هو الصعب بالنسبه للناس. فعلا زي ما بتقولي كده، السؤال ده بيتكرر كل يوم. نعم. طب هنعمل حاجات خفيفه النهارده، مكرونه وبانيه. طيب بكره نعمله ايه؟ طب ممكن نعمل رز وصدق، ممكن لحمه محمره. عارفه، بيختاروا الحاجات السهله. مش عايزين طبيخ. نعم. لان فعلا هم عندهم حق في الحر اللي احنا فيه ده، الحاجات المسبكه بتتعب وبتتعب كمان المعده. نعم. فبنستسهل، فبنعمل بقى ايه؟ ممكن وجبات سريعه ما توقفنيش كتير في المطبخ، وكمان في نفس الوقت تعجب الولاد. يعني ممكن بلفه جلاش بتقدري تعملي منها وصفات اقتصاديه كتير. والحشوات برضو بتعمليها بكذا حشوه للولاد، ممكن تعمليها بجبن، ممكن تعمليها بالخضار، البسله. في ولادنا يعني احنا بنعوض عدم وجود الخضار في الطبخ، بنعوضه بحاجات ممكن تعجبهم وبسيطه. لان الفكره بقى ان هو جيل التيكاوي دلوقتي، سواء كان من المحلات او الاكل في البيت اللي شبه التيكاوي، ما هو برده البانيهات او البطاطس المحمره او المكرونه مش هو ده اللي هيغذي ولا لا، غير انها مش مشبعه. ده مش هيخلي الاطفال في مرحله النمو تنمو صحيح. احنا محتاجين خضار او فاكهه ايوما يعني اللي كان متوفر وموجود بالنسبه للشباب وقت المذاكره وكذا. فاحنا محتاجين تنوع الحقيقه في مصادر الاكل او في نوعياته. صح حضرتك. طيب حضرتك بتقولي الولاد، بس خليني قبل ما اتكلم بقى على الاكل وازاي انت عامله الحاجات الجميله دي، بسم الله ما شاء الله، محتاجين كوبايه شاي ساده والموضوع يبقى جميل مع ده. دخلتي المجال ده ازاي؟ بصي حضرتك، انا بحب المطبخ. بحب الحلويات. وفي حد بيحب المطبخ؟ انا ما شاء الله. يعني ايه اللي في المطبخ يتحب في اي يعني بحب ان انا ابدع. يعني انا لو شفت حضرتك بتعملي وصفه، ممكن اعملها وبطريقه تانية مختلفه بتطلع طعم تاني ليها. طب وتعرفي منين ان يعني احنا خلاص هي جرت العاده تحطي ده على ده وهيطلع الوجبه دي؟ ما تبدليش بقى البصل بالثوم، ما تشيليش. لا. ممكن بس ان حضرتك تحطي نوع من البهارات للحاجه، بيديها طعم تاني، بيخلي الاكله تروح في حته تانية. ما هي ممكن تروح في حته تانية ما ترجعش يعني، ولا تكون اطعم. والله بتكون اطعم. زي مثلا لما تيجي تعصجي اللحمه، في ناس ممكن تحط البصل الاول، وده الصح، لغايه ما تصفر، وبعدين تبتدي تحطي اللحمه المفرومه، وبعد كده بهاراتك. كويس.
في ناس بتحط ممكن اللحمه الاول وبعد كده تبتدي تحط البصله، بتدي طعم تاني مختلف والله ما بتبقاش حلو. يعني هو حتى ترتيب هو ده بتفرق الطعم من واحده للثانيه للثالثه. انهي طعم بيكون احلى بقى؟ البصل لما تكون البصل الاول حضرتك تحطي الماده الدهنيه بتاعتك سواء الزيت او الزبده او السمنه، تحطيها لغايه ما البصله بس تبتدي تدبل معاكي تصفر، تبتدي تحطي البانيه، تبتدي تحطي اللحمه المفرومه، سواء ان انت عايزه تعملي لحمه مكعبات زي كباب حله كده، بتفرق بقى مع حضرتك في الطعم بقى في كده. ولما كمان يعني بتخلي الحاجه على نار هاديه، بتاخد وقت في السوا بتاعها، كل حاجه بتستوي بالدرجه مستويه على نار هاديه، اغلى حقها يعني. بالظبط. طيب ارجع تاني، انت بتحبي المطبخ اللي انا مش عارفه برضه ازاي، فانت حبيتي المطبخ، استغليتي او استثمرتي حبك للمطبخ في انك انت ده يبقى وظيفه ليكي. بالظبط كده. بدأت بالحلويات، ان كنت بعمل عيد ميلاد لبنتي من صغرها، اعمل لها التورت، اعمل لها الجاتوهات، اعمل لها البسكوت والبيتي فور وكده. وبدأت ان انا ادوق بقى اخواتي اهلي، اشوف رايهم في الحاجه ايه. لقيت الحمد لله انت حسيتي انك انت ممكن تعملي حاجه فبتشوفي رد الفعل على حواليك. بالظبط. ما حسيتيش ان هم بيجاملوكي؟ ما احنا ممكن نروح عند حد يقدم لنا حاجه ما تتاكلش فعلا من ايديك. صح كلام حضرتك طبعا. بس خليت كمان جيراني، يعني انا كمان برضو في جيراني برضو في العماره شجعوني كويس. لما داقوا الحاجه شجعوني وقالوا لي انت ليه مش بتعرضي حاجتك؟ والله انت لو عرضتي ممكن الحاجه تتباع. وفعلا عملت كده. طب ليه ابتديتي بالحلويات؟ ليه ما ابتديتيش بالاكل الخضار؟ ما عملتش في البدايه الخضار، انا الخضار عاملاه في القناه بتاعتي كويس، وبرده بنزل فيه برده حلويات وكده. بس بالنسبه ان انا بدات ازاي، بدات الاول بالحلويات على اساس البيتيفورات والكلام ده بتبقى مطلوبه اكتر، تخلي ريحه البيت حلوه بقى. فابتديت ان انا اوزع في المحلات اللي جنبي، لقيت الطلب عليها الحمد لله كان كتير. ما شاء الله. كمان دخلتي المحلات اللي جنبي. الاول بقى كان ايه في صوره عينات، بتبعت لهم عينات يشوفوا شكلها بيدوق وبيشوف انا بشتغل بمنتج ايه كويس. لان بتفرق من السمنه للزبده للزيت. البيتيفورات والبسكوتات دي كلها عايزه زبده، مش عايزه ان حضرتك تعمليها بسمنه عاديه ولا زيت. ما تنفعش. فلما داقوا لقوا فعلا الكواليتي بتاعت حاجتي فعلا حلوه. فكانت الحمد لله كانت بتتباع على طول. طيب شوفي ناس صالح، يمكن مثلا اما احنا بنتعامل مع اي حلواني بنبقى عارفين مثلا هنجيب البيتيفور من المحل كذا، هو ده البيتيفور بتاعه من 10 سنين زي دلوقتي، نفس الكواليتي ونفس الطعم وكل حاجه ما بيتغيرش. لكن برضه ست البيت النهارده طلع حلو بكره مش هيطلع حلو وهكذا، يعني ممكن ما يبقاش الطعم واحد. صح حضرتك. بس ما دام انت استخدمتي نوع معين من الزبده وطلع معاكي حلو ولقيتي تشجيع من الناس، فما تغيريش بقى النوع ده. لان لو غيرتي الطعم هيختلف، هتلاقي ان الناس اللي هي بتستنى حضرتك في حاجتك اختلفت الطعم او الدقيق او كده. المهم يعني بالزبط. المنتجات اللي هي بتعمليها المكونات بتاعتها ما تختلفش. طيب يعني امر وارد ان مثلا الدقيق اللي انت بتستخدميه مش موجود النهارده. طب في اختبار للدقيق. حضرتك لما تيجي تاخديه بتاخدي كده حبه في الايد وتضميهم جامد في كف ايدك. لو لقيتيهم ان هم يعني اتجمدوا في ايدك يبقى الدقيق ده مرطب، يبقى ما ينفعش معاكي في حاجه خالص، هيبوظ لك حاجتك. لو فتحتي ايدك لقيتيهم زي ما هم يعني متفرقط زي ما بيقولوا كده، يبقى الدقيق ده مش مرطب. جبت الفكره دي منين؟ ما هو ده بقى بسبب حبي للمطبخ زي ما بقول لحضرتك. فحاجات كلها اكتشفتها. زي الخميره. زي الخميره كويس. لو حبيتي حضرتك تعملي معجنات، عندك باكو خميره في الثلاجه كنتي فاتحاه او ناسياه وعايزه تعرفي الباكو ده قبل ما تشتغلي فيه عشان ما يبوظلكيش كل المنتج بتاعك، تجيبي حبه ميه دافيه وحضرتك تاخدي نص معلقه من الخميره وتحطيها او 10 دقائق كويس. لو خمرت
يبقى الخميره دي نشطه كويس. لو زي ما هي ما اتفعلتش يبقى الخميره دي بايظه، يبقى انت حضرتك لازم تشتري باكو جديد. طب قولي لي نصيحه كده لواحده ما بتحبش المطبخ، ايه الفرق ما بين الخميره العاديه اللي هي بتاعت الفرن المكعبات دي والخميره الفوريه والخميره، يعني في انواع كتيره؟ في انواع الخميره اللي هي بتاعت الافران دي اللي هي المكعبات دي دي حضرتك دي لازم هتدوبيها في الميه والسكر عادي، بس هي بتاخد وقت في التخمير اكتر من الفوريه. الفوريه اسرع. الفوريه اسرع لما حضرتك بتحطيها على الدقيق وبقيه المكونات كلها وبتتغطى بالاسترتش كويس جدا، مش بتاخد معاكي وقت. طب بصرف النظر عن الوقت، النتيجه واحده، الطعم واحد؟ النتيجه واحده بس بتفرق بس ايه في الوقت بتاع التخمير. كويس. لكن النتيجه واحده. دي بتخمر ودي بتخمر. مفيش وقت كده الموضوع دخل معاكي في طريق تاني، او حسيتي لا انا ممكن ما استمرش في لا انا فعلا حباها، ويمكن انا بدخل المطبخ عشان اعمل وصفه بتلاقيني ان انا اتجاه تاني، لان انا وانا بشتغل بحس بطعمها. والله بكلم حضرتك بجد، وانا بشتغل الحاجه بحس بطعمها، ان انا لو حطيت عليها ده هتبقى احلى بكتير، هتبقى احلى مما انا شفتها. طيب ما فيش مره يعني ظنك ما بيبقاش في محل؟ لا الحمد لله، ما شاء الله لا قوه الا بالله، ما شاء الله. طيب الكبسه بالنسبه لستات كتير، وليا انا جربتها اكتر من مره الحقيقه، وببقى عارفه انها هتطلع بايظه. الكيكه يعني اقول كل مره، يعني هو اكيد المره اللي فاتت لا دي مره وعدت، اللي هي مثلا 10 مرات تكون مره وعدت، في الاخر قلت لا انا فاشله في الكيك. يعني انا ايه اللي مفيش حد فاشل في الكيك؟ انا فاشله في الكيك. لا حضرتك لو اتبعتي الخطوات صح عمرك ما هتقولي انا فاشله في الكيك. لان الكيك ليه خطوات. اول حاجه حضرتك بتتبعي المقادير، سواء تكون بالكوبايه او بالجرامات. كويس. نفس الكوبايه اللي بتعايري بيها الدقيق هتكون نفس الكوبايه اللي بتعايري بيها السكر، هتكون نفس الكوبايه اللي بتعايري بيها الزيت النباتي او الزبده. كويس. ما تغيريهاش. المقادير دي ثابته معاكي، خلاص انت خصصتي كوبايه معينه للكيك يبقى دي بتاعتك. اوكي تمام. بعد كده تاني حاجه الدقيق اللي بتستخدميه، لازم الدقيق يتنخل مرتين اقل حاجه. ان شاء الله حتى بالمصفى بتاعت الشاي لازم حضرتك تنخليه. الهواء اللي بيدخل لازم نجاح الكيك. ده اساسها. بيخلي الهواء يخش في الدقيق، ده من نجاح الكيكه. هيخليها ان هي تعلى معاكي. تالت حاجه بتكوني قبل ما بتشتغلي بقى في الكل ده بتكوني مشغله الفرن، عشان لازم ان الفرن يكون سخن. كويس. دي البدايه بتاعتنا. بعد كده المكونات لازم نتبعها صح. تالت حاجه الدقيق لازم يكون منخول. رابع حاجه البيض اللي انا هستخدمه لازم يكون بدرجه حراره المطبخ. ما ينفعش ان انا اجيبه من الثلاجه واشتغل فيه، مش هيديني النتيجه صح مهما اتضرب. رابع حاجه المكون الرافع معايا اللي انا هستخدمه اللي هي البواكي دي، لازم تكون الباكو بتاعي ده ما يكونش مرطب. الرافع اللي هو البيكنج باودر بالظبط كده، لازم ما يكونش مرطب. لو برضو انا لقيته في الثلاجه قبل ما احطه عايزه ان انا استخدمه، اجيب شويه ميه عاديين واخد شويه عليهم. كويس. لو الماده دي فارت يبقى الباكو بتاعي سليم. لو ما فرقتش يبقى الباكو ده مرطب، ولازم ان انا اشتري واحد تاني. ويبقى في دلوقتي في السوق اللي هو فيه المحسنات كلها بتبقى جميل جدا البواكي دي. بعد كده المحسنات دي بديل بيكنج باودر ولا مع لا دي معاها بيبقى الباكو اللي احنا بنشتري البيكنج باودر ده بيبقى فيه المحسنات اللي هو اللي طالع جديد دلوقتي، بيبقى فيه المحسنات بتاعت رفع الكيك. بعد كده بيبقى فيه السكر لازم اللي انت هتستخدميه لازم يكون سكر ابيض. ما ينفعش اللي هو السكر الخشن اللي هو الغامق ده، اولا هيغمق لك لون الكيكه، مش هيخليها لك حلوه. كويس. نوع الزيت بقى بيفرق. لازم يكون زيت. والزيت افضل ولا السمنه ولا الزبده؟ السمنه لا، السمنه هتخليها لك مكتومه. مش هتنجحها. كويس. الزيت بتكون الكيكايه معاكي خفيفه كده وهشه. الزبده ممكن تطعمي بالزبده والزيت الاثنين مع بعض بيخليها لك هشه وطعمها حلو. فكل دي اسباب من نجاح الكيكه. في سبب تاني برضو وممكن احنا يعني نسهى عنه ونفتح باب الفرن وتكون هي لسه. لازم عشان افتح باب الفرن على الكيكه لازم يكون عدى اكتر من نص الوقت عليها. كويس. يعني لازم اقل حاجه 40 دقيقه.
بالشكل ده، بفتح الفرن بلاقيها ان هي عليت معايا. بس يعني اي كيكه ايا ما يكون المقادير ساعه الا تلت، ساعه الا تلت، ساعه الا تلت بتفتحي عليها، وبعد كده بخله من النص كده بتشوفيها كده حضرتك. لو الخله لسه مطلعه حاجه بسيطه يبقى هي لسه قدامها حوالي 5 دقائق تاني. طيب انا هروح النهارده ل10 مره هجرب وهقول انا مش هعرف من قبل. لا ان شاء الله هتنجح مع حضرتك لو اتبعتي اللي انا بقوله لك ده بالظبط ان شاء الله. شيف ناس صالح، ارجع تاني لحيره كل هنطبخ ايه النهارده، ولو عملت اللي ولادها عايزينه خلاص، ولا هيتغذوا الصغيرين ولا الكبار. فحضرتك قلتي ممكن نستخدم الخضار ونعمل وجبات موفره صح بلفه جلاش. ازاي بقى؟ بنجيب لفه الجلاش، باخد ورقتين منها، بين كل طبقه وطبقه بمسحها بالسمنه ومش بكتير علشان انا هعمل مسحه بسيطه بس. وببتدي ان انا احط الحشوه بتاعتي بقى. ممكن حضرتك عندك بيفي، لانشون، الجبنات اللي بواقي بقى، البواقي اللي الولاد بتبقى ركناها مش عايزاها كويس، دي ان انا بحطها لهم في الجلاش. الخضار زي ما قلت لحضرتك، في ولاد ما بتحبش السبانخ، ما بتحبش البسله، ممكن ان انا بديها تشويحه كده على النار ومعاها الجزر مبشور عشان ما يغيبش معايا في السوا، ممكن بطاطس برده مبشوره. بجمع لهم الخضار ده والفلفل اهم حاجه، واتبل الكلام الحلو ده، وبعد كده احطه في لفه الجلاش اللي هي الورقتين اللي انا مسحتهم بس كده. ببتدي ان انا اطبقهم، ممكن ظرف زي ما انا عامله، وممكن تعمليها شكل الساندوتش للولاد. كويس تمام. يعني هلعب في الاشكال سواء كانت رول او ايوه ممكن تعملي شكل السمبوسك للولاد برضو بيفرحوا بالاشكال دي. كويس. وبعد كده بتمسحيها برضو بالسمنه وتجمعي الاشكال بتاعتك، وممكن على الطاسه، دي اسهل حاجه مش بتاخد معانا وقت. على الطاسه قلي ولا على الطاسه؟ لا مش هقليها في الزيت خالص. انا باخد الطاسه بديها مسحه بسيطه كده بالسمنه او بالزيت، وابتدي احط الاشكال اللي انا عملتها. هي اوريدي تعتبر مستويه الحشوات بتاعتها، سواء كانت البواقي بتاعت الاسبوع. ما برضو دي نصيحه لكل ام تقول لك الولاد بيفضل منهم اكل هيتشال ده كله، هيتشال ده كله البواقي، سواء كانت بواقي لحمه او سجق او فراخ، وده هيتعمل بيه اعاده تدوير اللي هو اعاده تدوير بدل ما نرميها. جميل. ده هتتعمل بقى في الطاسه وش وظهر وخلاص كده استوت. بس كده مش بتاخد اكتر من دقيقه ونص حقيقي. على الجنب ده والجنب ده، وبتبقى الوجبه بتاعتنا جاهزه. لو حبيت ان انا اعمل بقى للولاد حاجه حلوه برضو بنفس لفه الجلاش، هبتدي ان انا اعمل لهم الكاستر. في الفواكه الكاستر اللي هي الجاهزه دي اللي بتتدوب في نص لتر اللبن دي، وفي ان انت تقدري تعملي المهلبيه في البيت بالنشا. وفي تريكه ثانيه حلوه مع النشا، بتضيفي معلقه دقيق. يعمل ايه؟ دي بتخلي المهلبيه، بتخلي انسيابتها كده ناعمه وتكون يعني القوام بتاعها جميل جدا، احسن ما بتكون نشا لوحدها. كويس. وبالنسبه للحشوات بقى الحلوه يعني. وبالنسبه للسكر ممكن حضرتك لو عايزه تحطي سكر تحطي معلقه او معلقتين، لان احنا الوش ممكن احط له صوص شوكولاته، ممكن احط صوص كراميل، احط سكر بودره، عسل زي ما انت عايزه. فما تسكريش الكاستر الحشو قوي المهلبيه من جوه. كويس. حبيتي ان انت تضيفي مكسرات للولاد، دي الحاجات دي برضه هترفع القيمه الغذائيه، او سوداني او بالظبط. سوداني، جوز هند، زبيب، الحشوات اللي الولاد بتحبها. كويس. وممكن تعمليها فاضيه، تبقى فطيره كده للولاد خفيفه جدا، وتحطي عليها لبن دافي. برضه هي هتبقى زي ما حضرتك قلتي اللي هي ورقتين ومسحه سمنه، وتتعمل فاضيه على الطاسه برضه. بتعملي برضه الاشكال اللي تريح الولاد، سواء شكل مربع، سواء شكل ايا ما يكون مستطيل. الشكل ده بقى بتاع حضرتك، يعني ممكن الولاد خلي بالك تساعدك في المطبخ في الموضوع ده، وما هيفرحوا حاجه سريعه وسهله. طيب السكر اللي هي زي ما حضرتك يعني جايبه معاكي عينات، يعني لو صح التعبير، دي هتتعمل برضو وش وظهر، وبعد كده اما تطلع على طول تحط عليها السكر البودره. اوكي. واللبن والصوصات.
عايزه تحطي لبن تقدري تحطي، سواء هي فاضيه لا عادي برضو معاها، حتى لو حضرتك حطيتي السكر في البدايه ولو فاضيه نفس الحكايه. لان كان في الافران زمان بيعملوا الفطاير الصغيره دي بتبقى من غير حشوه. ايوه بيعملوها كده زي دي ما فيهاش حاجه خالص غير ورقتين بس دي انا عامله لها الحشوه اللي هي المهلبيه اللي قلت لك. طب انا بقول لك لو عملناها ساده دي هتبقى ورقتين جلاش فيهم سمنه وهتطبق اي ما يكون الشكل، وفي الطاسه وش وظهر دقيقه. تمام. وبعد كده نطلع نحط عليها لبن، السكر البودره واللبن الدافي. اوكي. ولو فيها حشوات يبقى هي برده نفس المسحه بتاعت السمنه والحشو، وبرده تطبق اي ما يكون الشكل. طيب الثانيه دي بالخضار اللي في النص اللي عليها طماطم. دي اللي بالجبن والخضار، ودي بالمهلبيه. وانا بس عامله لها الصوص الكراميل في البيت، صوص الكراميل ده في البيت، والثانيه بالسكر البودره. العصاير يعني احنا مش عايزين برضو ثقافه الولاد تفضل كده على طول على المياه الغازيه اللي دايما بتجذبهم، عايزين تبقى نعمل لهم عصاير تكون مفيده وترطب برضو في حر الصيف. عندنا دلوقتي في البطيخ موجود في السوق والحمد لله حلو جدا. البطيخه حمراء وحلوه كويس. بتاخدي جزء منها بتتلجيه كويس قوي. ده في الفريزر ولا ثلاجه؟ في الفريزر كويس. تلجيه كويس قوي. وبعد كده بتكوني محضره ميه ساقعه وقوالب تلج. وفي عند محلات مستلزمات الحلواني في كريم شانتيه للمشروبات غير بتاع التراب. ايوه نسأله للمشروبات. ايوه ده بيدي طعم جميل جدا لاي مشروب هتعمليه في البيت. جميل. كله بقى بناخده بنحطه في الخلاط. بناخد البطيخ بالميه الساقعه بمعلقتين سكر، بالتلج بمعلقتين من الكريم شانتيه اللي هو للمشروبات. ده فكرته للتحليه لا للتزيين. لا ده بيدي طعم جميل. ده كمان يا استاذه علا بيتحط للسوبيا والله. بتجيبي برضو اللبن وبتحطي معلقتين من الكريم شانتيه المشروبات ده، وبتجيبي روح جوز الهند عشان يديكي الطعم بتاع الصوبيا. وبيبقى طعم الصوبيا جميل. كده خلاص الصوبيا اتعملت؟ لا بيبقى فيه كمان نوع من البودره اللي هي بودره الصوبيا نفسها بتضيفيها معاها كويس. بس انا بقول لحضرتك ان الكريم شانتيه اللي بقول لحضرتك هو ده بيظهر الطعم. بيظهر الطعم. طب هو الكريم ده اللي هو المخصص للمشروبات طبعا اكيد محلات الحلويات هتبقى عارفه ما ست البيت تقول لها ده بيتحط لكل انواع العصاير؟ لكل انواع العصاير. ممكن عايزه تعملي الشمام نفس الحكايه، العنب نفس الحكايه. بس العنب احنا بعد ما هنعمل الموضوع ده ونضربه في الخلاط بنصفيه عشان القشر عشان الولاد برضه. اوكي. ونفس الحكايه برضه للبطيخ، لان بيبقى فيه البذر الابيض الصغير ده احنا مش بنضرب كتير فيه عشان ما يتفتتش كويس. بنضربه كده ضربتين وبعد كده بنبتدي ان احنا نصبه في الكوبايه ونصفيه. بيبقى بقى بقيه البذر الصغير ده ما تفتتش معانا بنشيله. ونفس الحكايه برضو في العنب عشان القشره بتاعته. طيب والمانجا واي فواكه موجوده في السوق تتعمل بنفس الطريقه دي بتخلي لك المشروب زي ما احنا بنشربه بره والله. بتفرق. طيب دلوقتي عندها وقت فراغ وعندها موهبه سواء في الاكلات او في الحلويات وخايفه تبدا الخطوه، خايفه ان هي زي ما بقول النهارده تعملها بطعم وبكره بطعم تاني. ما ممكن تكون ست بيت وطباخه درجه اولى في بيتها، لكن النهارده ماما الاكل مختلف والنهارده طعمه مش حلو، فهي ده على قد اسرتها يعدي. لكن لما يكون مشروع، لما يكون مطلوب منها اوردر النهارده ممكن تخاف الخطوه دي. ممكن صح حضرتك. هي تبدا بالحاجات السهله، بلاش تدخل في الحاجات الصعبه. كويس. ممكن تجيب مثلا الصدوق، هتقطعه نصين وتجيب بصل تقطعها اللي هي الجوانح دي، وتجيب فلفل الوان وفص ثوم، وتبتدي بقى تحط البصل الاول وبعد كده تحط الصدوق. كل ده تشويح على النار ومش على نار عاليه. اوكي. وبعد كده تبتدي تحط الفلفل. احنا الفلفل ده مش بنحطه في الاول علشان تحسي مهما كان برضه بالطعم، عشان ما فيش حاجه تغطي على حاجه. يبقى وانتي بتاكلي حاسه بطعم البصل، الصدوق، الفلفل، ما فيش حاجه تغطي على حاجه. كويس. واخر حاجه بتكون مقطعه الطماطم مكعبات صغيره وشايله طبعا القلب بتاع الطماطم علشان ما يعملهاش ميه والطماطميه تدبل. احنا عايزين الجسم بتاع الطماطم، مش عايزين البذر، نستبعده. اخر حاجه بقى دي
اللي بنحطها هي الطماطم. بالنسبه لها دي يعني مش حاجه مش هتاخد معاها وقت ومش هتحس بالفشل، لان هي لو حست بالفشل في الحاجه البسيطه دي بتلاقي ان هي رجعت لورا 100 خطوه بالظبط، بتبقى مش عايزه تدخل المطبخ تاني. فنصيحتك لاي ست بيت بتتابعنا دلوقتي او حتى اي مراه عامله عندها وقت عايزه تستخدمه او عايزه تستغله، يعني ان هي تدخل في موضوع الاكلات. بالظبط. وبعدين بالنسبه للطبيخ التسبيكه كلها واحده، يعني ما تقلقش من الموضوع ده. ايوه انت الاول بتحمري البصله، بتخش في الصفار بتاعها، ما بتكونش صفارها فاتح، بتبتدي ان هي تغمق، تبتدي تحطي بهاراتك، التوابل بتاعتك اللي انت هتطعمي بيها اكلك بتحطيها كويس. وبعدين تحطي صلصه الطماطم، ولو طبعا صلصه الطماطم مش مدياكي اللون الاحمر الجامد بتبتدي تحطي معلقه صلصه من اللي هي البرطمانات. بتسبكي كويس الطبيخ بتاعك. الصلصه دي اول ما بتتسبك ده عنوان اكلك. انت لو اهتميتي بالصلصه اللي انت تسبكيها كويس قوي بتطعم الاكل بتاعك. اما لو انت ما سبكتهاش كويس الطبخه ما بتبقاش حلوه. التسبيكه هي دي سر بالظبط كده. دي السر بقى من ست لست او مطبخ لمطبخ. ايوه. اما الخضار بيبقى كل واحد انت بقى بتمرقي بالشوربه، مكعبات المرق بتمرقي فيها. الميه اللي احنا بنحطها او المرقه بتفرق بين الطبيخ ده للطبيخ ده. يعني عندك الكوسه ما بتحتاجش شوربه كتير عشان هي فيها ميه. عندك السبانخ ما بتحتاجش برضو ميه كتير. اللي بتحتاج ميه كتير زي البطاطس، البسله. والبسله دي لما تديها تحميره مع البصله بتفرق في الطعم عن ما بتحطيها في الصلصه. ده احنا محتاجين سهره عشان نتكلم في الموضوع ده. المهم ربنا يوفقك يا رب ان شاء الله في مشروعك ويكبر ويكون عندك سلسله محلات كمان ان شاء الله، يكون عندك مصنع كبير باذن الله. بشكر حضرتك جدا شيف ايناس صالح، ربنا يوفقك يا رب ان شاء الله. وشكرا لحضرتك وانا مبسوطه جدا ان انا مع حبيبه قلبي، ليا الشرف فيكي جدا. مشاهدينا وبعد الفاصل تنويه ونرجع لحضراتكم.